قافلة الهدى الدعوية. إحدى قريباتي تشتكي لي من زوجها، تقول والله ما بقي شيء في خدمته، في خدمة أولاده، في بيته إلا فعل. تقول وسبحان الله ما شيء يملأ عيني، دائما في سخط عليه. تقول ما بقي شيء، استنفذت أحرقت نفسي حرق. تقول حتى أني في صلاتي أحيانا أفكر كيف أرضيه. قلت ولن ترضي ولن يرضى عنك ما دام حتى وأنت بين يدي رب العالمين تقرأين كتاب رب العالمين وتفكرين كيف ترضينه، لن ترضين ولن يرضى. جرت الحل. قلت الحل ما مطلوب منك ترضين الناس كلهم، تحرقين نفسك من ساعة. قالت كل الساعات معروضة. قلت أبغى ساعة في ثلث الليل الآخر تقولين يا ربي لا أسألك إلا رضاك، وتبدين تسعين كله بس عشان يرضى سبحانه وتعالى. إذا رضي بيرضي الكل، حتى الملائكة يرضيهم عنك، حتى جبريل يرضى عنك. ملائكة يطوفون في 70,000 بيت معمور كلهم بيدعون. قالت غيره؟ قلت غير ما في غيره. قالت هذا طيب في دليل في القرآن يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ايش بعدها؟ من اللي جعل هو ولا احنا بتعاملنا جعلنا مودة؟ لا، وجعل هو. إذا ما جعل هو والله لو أسعى الليل نهار ما يصير. مساء القلوب ما يملكها إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن في واحد إذا أراد يؤلف، ولكن الله ألف. قلت القضية عند رب العالمين ما هي عنده. أنت أرضيه يرضيك الله عز وجل بكل شيء. واحد جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. راحت بعد شهر هي من محارمي إلا تجي وتقبل رأسي، إلا تجي تقبل رأسي. أنا ناس الموضوع. قالت أقسم بالله إني ما أسوي 20% من اللي كنت أسويه أول، وأقسم بالله أنه صار يسوي لي أكثر من اللي كنت أسوي له بضعاف. تقول صار عندي هم من أرض رب العالمين. وفي معادلة في القرآن جميلة رضي الله عنهم، بس أن توصل هذا بتوصل كل شيء ما قدرت توصل له ولا بتقدر توصل، بيوصلك إياه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كذا كنت قبل البارح مع الشيخ محمد حسين يعقوب يقول 2 وأنا أعلم أولادي إيش أهم شيء عندكم؟ يقولون أن ربي يرضى عنا. أقول لهم وإيش ثاني؟ يقولون ويزوجنا. قال لا مش شرط. يقولوا واجي أسأله مرة ثانية إيش ودك إيش تتمنى؟ يقول ربي يرضى عني. أقول له إيش ثاني؟ يقول ربي نجحني. قلت لا مش شرط. يقول إلين بعد 2 صرت أسأل واحد فيهم إيش أمنيتك؟ يقول ربي يرضى عني. أقول له إيش ثاني؟ يقول لي وبس. لأنه إذا رضي بيرضيك. وعد الله يا جماعة، وعد الله حقا، إن الله لا يخلف الميعاد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سوي الأولى والله أن يعطيك الثانية والله.